السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. انا جايه لكم النهارده بفيديو حلو قوي هيعجبكم، وهو علامة اكيدة 100% بتحصل مع اغلب الستات في اول الحمل. اول ما بتحسي بالحمل اللي هو بعد التبويض كده، وتبدأي تحسي بأعراض حمل في أول 15 يوم، علامة أكيدة لو حسيتي بيها يبقى انتي حامل بإذن الله في ولد. العلامة دي بتحصل، عشان أأكد، بتحصل مع أغلب الستات اللي بيحملوا في ولاد، مع أغلب الستات، معظم الستات. مش هحدد نسبة عشان ممكن يجيلي برضو واحدة تقوم قايله لي في التعليقات انا حامل في ولد وما حسيتش بالاعراض دي، او انا ما حسيتش بالحاجه دي، او ما خدتش بالي منها. فممكن تكوني انتي حسيتي بيها بالفعل وفكرتيها اعراض حمل، بس ما انتش فاهمه هي ايه. طبعا الغالب يعني عندنا اعراض الحمل بتحسي بيها، وبتحسي كمان بتلقيح البويضه. في ناس بتحس بالحاجات دي، بتبقى زي اعراض البريود. تمام. دي اعراض الحمل. ممكن تحسي بمغص، ممكن تحسي ان ظهرك بيوجعك، بس انما الحمل في ولد بتبقى الاعراض شديده جدا جدا جدا، ما بتبقيش قادره تتحمليها في اول الحمل، فبتحسي انك انتي مش قادره تتحملي. فاهمني؟ الاعراض بقى هي ايه؟ اكيدة 100% بتحصل مع اغلب الستات. الاعراض شديدة جدا جدا. هي ايه؟ بتحسي ان انت جسمك بيتجمع فيه الدم من جميع الاتجاهات. انت بتبقي حاسة ان جسمك بردان قوي قوي، وزي ما يكون الدم بيتسحب من جسمك كده. بتبقي حاسة بالتبويض والتلقيح، الحاجات دي بتبقي حاسه بيها. لو ركزتي شويه هتحسي ان جسمك فيه بروده مش طبيعيه، انتي كأنك قاعده في تكييف بالظبط. بروده غير طبيعيه، كأنك انتي قاعده في تكييف. رجليكي بردانه، ايديكي بردانه، هتحسي ان انتي عايزه تغطي. يعني ممكن الاحساس ده يفضل معاكي يجي 3-4 ساعات كده في الاول، في الوقت اللي انا بقولك عليه، اول 15 يوم. اول 15 يوم من الحمل بتحسي زي ما بقولك كده. انما في حمل الولاد بيبقى معظم الوقت ومعظم الشهور انتي اطرافك سقعانه، ورجليكي سقعانه، وايديكي سقعانه اكتر رجليكي سقعانه، صوابع رجليكي دايما سقعانه. حتى في الصيف، حتى في الشتاء انتي بتبقي حاسه ببروده. غير بقى لما بتعرفي، يعني اول 3 شهور او 4 شهور بالذات، غير لما انتي مثلا بتعرفي جنس الجنين بقى خلاص. بس هو في اول الشهور بتبقي حاسه ان اطراف رجليكي سقعانه جدا، بتبقي حاسه انك انتي متلجه. ده من ضمن الاعراض اللي برضو حطيها في دماغك، يعني اكيده 1000000% في حمل الولاد. انما اول 15 يوم زي ما بقولك كده بيحصل لك. هو اول 15 يوم كده بعد ما بتبقي انت ممهده نفسك واعراض التبويض بقى خلصت عندك وكده، بتبقي بتحسي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، كأن الدم بيتسحب من جسمك، وجسمك كله برودة ومغص جامد 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 شديد، زي آلام البريود كده. ده بيبقى التبويض، بتبقى زي آلام البريود كده، وظهرك بيوجعك، ومعاهم بقى زيادة برودة شديدة في جسمك، كأنك انتي قاعدة في تكييف. كأنك قاعدة في ايه؟ في تكييف. صلوا على النبي، قولوا عليه افضل الصلاة والسلام، وجمعة مباركة عليكم. الاعراض دي زي ما انا ما قلت لكم كده بتحصل اول 15 يوم. بعدها هتعملي اختبار الحمل، هتلاقي نفسك ان شاء الله حامل. واختبار الحمل مش فرق برضو ان
ان الاختبار اللي يكون الشرطة التانية بتاعته خفيفة او تقيلة ولد او بنت، لا بالعكس. هو لما بيبقى في اول الحمل تبقى الشرطة خفيفة، لما بتكملي مثلا شهر الشرطتين بيبقوا تقال، ملهاش علاقة. زي ما قلت لكم بتبقي حامل في ولد بتحسي بالاعراض دي اول 15 يوم، مغص شديد جدا جدا بيستمر معاكي مدة 3-4 ساعات ببرودة شديدة في جسمك كله، مش اطراف رجليكي بس، لا برودة شديدة في جسمك كله، مع مغص شديد في جسمك، مع ألم في الظهر برجليكي. طبعا بتبقي مهما اتغطيتي بتبقي حاسه انك انت لسه بردانه وتعبانه، كأن في دم بيتسحب منك. دي اعراض الحمل في ولد. واول 3 شهور بيبقى ملازمك البروده، اول 3 شهور بيكون ملازمك برضو بروده في اطراف رجلك، ممكن تستمر معاكي للشهر الرابع والخامس. عكس البنت بتكوني انت جسمك دافي واطراف رجلك بتبقى دافيه جدا وعاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تضغطي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تشوفيه. ولما تضغطي لايك والله الفيديو بينتشر بسرعه، وزي ما انت شفتيه واستفدتي منه غيرك برضو بيشوفه وبيستفيد منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.